صلوا على النبي. وقبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب وتعملوا لي فولو على الانستجرام. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. وياريت تعملوا لي شير لاصحابكم لو حابين بعد اذنكم. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. صباح الخير ومساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض لوك كده خفيف جدا. طبعا مبدئيا اول حاجه انا عاملاها نحط هنا حاطه ابتدت حاجه خفيفه جدا من يعني ايه من تنت، وحاطه فاونديشن بتاع مايت سينما من البالت الكونتور، ودمجاه مع الانبوبه بتاعه الفاونديشن. طبعا مكسله اروح اجيبه، بس معلش يعني اعذروني. ان شاء الله الفيديو الجاي هطلع لكم كل حاجه وهعمل لكم خطوه بخطوه، بس عشان انا مستعجله ومكسله كمان ان انا اصور وكده ومنتج الفيديو كده، فحبيت ان انا اطلع كده بالشكل ده الاول، بعد كده اعمل لكم بس مكياج العيون وهي مش هياخد معايا دقايق. حطيت ماسكارا. طبعا انا رموشي الحمد لله كويسه، ف بحط الماسكارا. لما بحط الماسكارا بتخلي رموشي حلوه. طبعا حواجبي انا مش مسرحيها، انا كل ده هعمله معاكم، هسرح حواجبي معاكم. ومش حاطه غير بلاشر على خفيف، بلاشر كريمي على خفيف وثبت باودر وبس كده. كنت بقى هعمل باقي الخطوات كلها معاكم. بصوا، اول حاجه ما عندناش اي شادو، ما عندناش اي شادو او حاجه، ممكن نجيب اي باليت كونتور. انا عندي باليت الكونتور دي قديمه جدا، في باليت كونتور عندي من مايت سينما، بس انا هستخدم دي معاكم النهارده عشان انا ما بستخدمهاش خالص. بصوا، هاخد الدرجة اللي هي على بني، دي بني مقرنش كده زي ما قلنا. هاخد اللون البني ده وهحطه تحت العين بالشكل ده كده، وطبعا كل ما احتاج احط عادي، فاهمين؟ ده بيكون واضح معايا بالشكل ده، وهمده على ورا كده، بس مفيش اسهل من كده. تمام، عشان كمان ندي للعين روح وكده، عشان ندي للعين روح بالشكل ده، وبمده على برا عشان عينيا من النوع اللي هي صغيرة، فلما بتيجي تحطي الاي شادو لازم تمديه كده، مش بتعمليه من فوق. لو عملته من فوق هيدي ضيق لعينيا اكتر، فاهمين؟ نفس اللون اللي انا خدته ده هحطه فوق العين كده على خفيف، تاتش كده بس، ومده على برا بطريقة عشوائية جدا، بس اللي هو ندي روح للعين. معلش على الاصوات اللي برا دي ما تاخدوش في بالكم منها. باخد برضو من نفس الدرجة واحط هنا على خفيف جدا، ما تحطوش لون قوي، فاهمين؟ طريقة عشوائية زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، بس كده. هنعمل ايه تاني؟ هاخد اللون الازرق ده وهحط هنا عند مدمع العين كده بالشكل ده، همده للبني زي ما قلت لكم. هاخد اللون ده احطه كده بالشكل ده هنا، بمده لتحت، فاهمين؟ بس كده. هاخد نفس اللون البني اللي انا خدته كان معايا من الاول، وهدمج بيه هنا، هدمج بيه اللون الازرق ده. شايفين بدمج بيه بس كده عشان ما يعملش. بحط من تحت كده لون بني، تحت الازرق بني على خفيف تاتش كده، عشان تحت اللون الازرق، عشان الازرق ما يسحش على تحت ويبقى شكله مش حلو. شايفين شكله بقى حلو ازاي؟ لو عندي كونتور مثلا هاخد الكونتور ده كده، اي كونتور كريمي عندك، تاتش بسيط جدا، متاخديش كميه كبيره. الاول بعمل هنا ايه رايكم؟ بس بصوا بعمل كده تمام.
هجيب بقى اللون اللي هو بتاع دوت اللي هو السحري ده الشفاف، و هعمل كده بالشكل ده. وطبعا ده بيبقى ثابت بدل الروج. بصوا بقى انا هنا كنت حطيت اللي هو المرطب السحري ده وسبته شويه على شفايفي اللي هو يدي اللون وفي نفس الوقت يرطب شفايفي. وهو كمان يعني الترطيب بتاعه لما بيخلص بحس ان هو بيضايقني. انا بحب يعني احساس الجلاس اكتر منه، مع انه بيبقى تقيل برضو بس بحب الجلاس اكتر. وبعد كل ده انا بحط اصلا جلاس، بس نسيت اقول لكم في الفيديو ان انا حطيت جلاس. وطبعا ده بيبقى ثابت بدل الروج. بصوا يا جماعه، طبعا المنتجات اللي عندي في منتجات قديمه وفي منتجات جديده. انا حبيت اطلع المنتجات القديمه عشان نحيي ذكراها اللي عنده يستخدمها. تمام. طبعا حاطه بلاشر كريمي وهحط هايلايتر كده. تمام. الهايلايتر اللي هو ده هحطه بالشكل ده كده بطريقه عشوائيه جدا. تمام. احنا لو عايزين نزود بنزود عادي. بس بالشكل ده. تاتش بقى اخير، لو عندنا لون فضي من البالت مثلا، اي بالت عندك، انا هاخد اللون الفضي ده. انا بحب الالوان الفضي جدا، في بالذات في الجليتر، مش مش على الازرق نفسه. انا عذرا عن الاصوات اللي انتوا سامعينها، فعمل نفسكم مش قاعدين بالكم طول النهار على كده يعني. بس وهنحط هنا برضه نفس الحكايه. ده انا عامله لوك يعني اللي هو يعني ينفع سهرة، ينفع خروجة حلوة مناسبة بتاع، بس مبنصحش حد يخرج بميك اب على اشرش من البتاع ده. انا سبت حواجبي للاخر قلت عشان اعملها معاكم. بصوا هاخد من هو جل صبار نفس يعني ده اللي بستخدمه على وشي عادي جدا قبل الميك اب. ممكن تستخدمي دي للبرايمر. حطيت كميه كبيره، معرفش ايه اللي طلع في صابونه. متحطوش الكميه دي، كميه صغيره عشان ما تبوظلكوش الدنيا. المرايه عندنا وهنعمل حواجبنا بالشكل ده كده ونرفعها لفوق لو احنا حابين. شايفين الشكل ده؟ وبصوا طبعا في حاجات انا هشيلها، انا عملت معاكم في الفيديو. ما ينفعش ان ننزل كده. وبس كده، هستنى رايكم تحت في الكومنتات. اعملوا لايك وفولو وسبسكرايب على اليوتيوب، وكمان تعملوا لي فولو على الانستجرام. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس او هقول تعليق مثبت. وبس كده، لو حابين تشوفوا اي فيديو جديد ليا يا ريت تقولوا لي، وكمان تقولوا لي على الحاجه اللي انتوا محتاجينها في الميك اب اعملها لكم. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.